هو يعني الكابتن عادل حجازي حطمنا كل الارقام القياسيه. احنا مش جايين لسه بنتحدث عنه وبنقول الكابتن عادل حجازي مين هو الكابتن عادل حجازي، لا، احنا جايبينه النهارده عشان نكرمه على ادائه طول حياته. بورتيو هو القادم، هذا رونالدو، ويا سلام، يا الله يا الله ما الذي يحدث امامنا، يا سلام يا سلام. بالتزامه وانضباطه في حياته الشخصية وفي حياته الكروية، سواء كان لاعبا أو مدربا أو مدربا. فالكابتن عادل حجازي حطم كل الأرقام القياسية، بل هو الكاستروتيف ناتورال اللغة الفرنسية، الكارثة الطبيعية في عرف كرة القدم. قام طول حياته بالتزام تكتيكي في كرة القدم، لم يتعدى النطاق قط مع شخص ما، سواء في داخل الملعب أو خارج الملعب، ويحترم حرية الآخرين، حرية التعبير عن الكلمة، سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. لسه هنا في المواطن هاني ويلم هاني ويلعب بين عادل حجازي. عادل والله تجي قميص العظماء شايفه اوروبا هاتوا منظمه القدام حطها له على ذكر الاستثمار الغالي لمصر والله، ولكن الاعتماد الاكبر على النجم الكبير عادل حجازي. يعني جهز وأعد جيلا أخلاقيا، سواء في الناحية الأخلاقية في كرة القدم أو اللعبة الجميلة والإبداع الجميل فيها، والإبداع الجميل في كرة القدم. فعل كل شيء في كرة القدم، سواء مدربا أو لاعبا. حقق إنجازات لم يحققه أي لاعب كرة قدم في المنطقة، إنجازات تاريخية. حصل الكابتن عادل حجازي على أحسن أخلاق في كرة القدم ودرع التميز في كرة القدم. تحدى كل الظروف الصعبة، بل توقف النشاط الرياضي في مركز ومدينة تيمية الأمدية، هو الذي عاد هذا النشاط مرة ثانية وجمع اللاعبين، أجمع اللاعبين على المحبة وروح التسامح والألفة، وعاد ليأخذ البطولات كما تعود عليها في النوادي السابقة التي لعب فيها. دخلت في اللقاء هذا عادل حجازي أطول معدل الشرطات يفتح نيران فريق على حجاز الموجود
الحجازي يمر يعدي السوق المرمى. اتلعب عادل حجازي. يلا يا عم عادل حجازي. عادل بيعدي وبيعدي كان عادل حجازي. عادل يوم ولاد حجازي. يا سلام يا ولاد حجازي. الله اكبر. الكابتن عادل حجازي هو معشوق الجماهير. تحب تشوفه جوه الملعب وبره الملعب، وله انجازات سابقه. يجيد اللعب في اي منطقه في الملعب. لاعب متكامل، يجيد الربط ما بين اللاعبين، الترابط، روح الترابط. الكابتن عادل حجازي هو أغلى موهبة أتت تاريخ كرة القدم المصرية، ولكن يعني هي الإصابة كانت في نادي الترسانة، هي التي حرمت هذا اللعب، بل حرمت الجماهير من أن تستمتع وتتمتع بكرة القدم الصحيحة. بدورة الخمسة كلاعب ومدرب وتكفي. والكابتن عادل حجازي معنا في هذا البرنامج، ولكن انتظرونا. الضربة الثانية عادل حجازي التصويب ويضع الأمال مرة أخرى. أهلا بك يا كابتن. قبل أي حاجة كابتن، أنا مفاجأة سارة ليا إن أنا أكون متواجد النهاردة مع الكابتن الخلوق المحترم كابتن عادل حجازي. يعني مش عارف أبدأ منين وبأي حديث أتحدث عن حضرتك وعن مشوارك الكروي وحياتك العملية. يعني مش عارف أقول لك إيه، أبدأ منين؟ أولا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك، وأنا اتشرفت بمعرفتكم، وأنا سعيد جدا النهارده في ختام سنة 2015. أنا ببقى سعيد لما بشوف حضرتك أولا، والله يا كابتن أنا بكون أسعد
يعني الصراحة. بهنئ الشعب المصري بقدوم 2016، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليهم كلهم. انا بوجه الرساله دي واقول ان شاء الله كلنا بخير باذن الله، ونبقى متفائلين جدا. والشباب بالذات، انا اخص الشباب في الرياضه، لان الشباب انا شايف ان هو مظلوم جدا رياضيا. ازاي يا كابتن يعني؟ كيف ترى النقطه دي يعني؟ انا شايف ان يعني حتى خصوصا عندي في البلد نشاط الرياضه متوقف بقاله اكتر من 6 سنوات. والحمد لله ربنا عاني ان انا اتكفل بيه كشباب وبراعم. ان انا عايز اعمل لهم، نفسي اعمل لهم حاجه حلوه. طيب هنتكلم في امكانيات، هنتكلم في النقط دي كلها يا كابتن ان شاء الله. ولكن في بس قبل ما انسى، انا بوجه رساله للشعب المصري بالتهنئه مره اخرى، واتمنى لهم حياه سعيده باذن الله وموفقين باذن الله. واحنا مع بعض كشباب هنحقق كل احلامنا باذن الله. واحنا ان شاء الله هنترجم الافكار اللي هيقولها الكابتن عادل حجازي من خلال البرنامج ده، اللي هو اساطير او اسطوره الملاعب. الكابتن عادل حجازي يا جماعه يعني اغلى موهبه واسمى موهبه زي ما قلت لحضراتكم. شكرا على الكلام الكبير ده، وانا بستاهل يعني لا دي حقيقه يا كابتن، احنا ما بنبخس حق حد. انت من اللعيبه اللي ادت يعني باداء وعطاء وافر، واحنا بنشكرك قبل اي حاجه. شكرا ليك استاذي وصديقي العزيز، وان شاء الله تبقى حلقه جميله عليك. انا بقول فينك من زمان انا ما شفتكش شخصا يعني قبل ما نبدا الحوار. طبعا انا من زمان ما شفتكش. انت فين يا كابتن؟ كلمنا عن الفترات الاخيره الاول. الفتره الاخيره انا كنت متبني الشباب والبراعم في الرياضه. والحمد لله انا حاليا في نادي الامير مدرب مدرسه الكوره. بتعمل دلوقتي كمدرب؟ مدرب ومدرسه الكوره والاكاديميه وتدريب الناشئين في نادي الامير، اللي هم البراعم من 2000 لحد 2010. البراعم الصغيره، وطبعا ده عاوز مجهود كبير. طبعا الحمد لله. انا احب اشكر الحاج محمود العزازي صاحب المبادئ والقيم، لان الراجل ده عامل حاجات كتير قوي قوي قوي. واتمنى له التوفيق والنجاح. يعني سؤال على السريع كده قبل ما ندخل في البند ده، يعني جات الفكره ازاي؟ الفكره ان احنا بدات مدرسه كوره من المجهود الخاص في نادي الامير. كان النشاط واقف خالص متوقف. فاحنا عملت فكره مدرسه الكوره، لان الشباب العيال الصغيرين صعبين عليا. فانا عايز اعمل لهم حاجات انا نفسي حرمت منها، ما لقيتهاش في كامكانيات في البلد. لا انا ما كانش عندنا ملعب يطلع فيه اللي جوانا. تمام. لان لو كان في ملعب في البلد. طبعا بنوجه رساله الاول قبل اي حاجه يعني شديده تحمل مغزى ومعنى. يعني قبل ما نقطعش حديثك الى كل خير يا كابتن عادل، بتحمل رساله الى جميع الطوائف ان اي حد عنده موهبه لازم يكون في ناس مندوبه تنزل وتشوف المواهب دي. فالحمد لله عملت مدرسه كوره 6 سنين متواصلين بنجاح مستمر. رحت المنصوره، لعبت المنصوره، لعبت عشاق انبي. الحاجات دي بتدرس تدريب يا كابتن؟ جهزت اولاد كويسين يعتمد عليهم الفتره اللي جايه.